ليه السب الالكتروني العلني بينزل جلسه عكس السب على الخاص بيتحفظ؟ بص يا استاذه سما، يعني بمناسبه ان انت بتتكلمي في موضوع الابتزاز الالكتروني والسب والقذف والكلام ده كله، ده موضوع مهم جدا جدا وانا هرد على حضرتك بالتفصيل. اولا بالنسبه لمحاضر السب والقذف سواء كانت على الخاص او على العام او اي محضر بيتعمل ايا كان نوعه، كان سب وقذف او ايا كان نوع المحضر اللي بيتعمل، انت معرض المحضر بتاعك ان هو يتحفظ. تمام؟ الجزئيه دي اتكلمت فيها كتير. مش معنى ان المحضر اتحفظ يبقى حقك ضاع في القضيه. تمام؟ طيب لما بتروح تعمل المحضر بتاعك بتاع السب والقذف، سواء انت عملته في مباحث الانترنت او عملته اونلاين في موقع النيابه العامه او عملته باي شكل من الاشكال، في الحاله دي حضرتك